السلام عليكم ورحمة الله ولقاء جديد مع حاجات برضو خفيفة كده تنفع لو عازمين ناس على الفطار، لو عندنا عيد ميلاد وعايزين نقدم حاجات بشكل مختلف. زي ما انتم شايفين معانا تشكيلة كده، حاجات حلوة وحاجات حادقة، مقبلات بسيطة كده، وان شاء الله تنال اعجابكم. انا اخترت كام نوع كده من الجبن على كام تحلية خفيفة. وبرضو ليكوا الاختيار يعني زي ما انتوا عايزين. الفشار ده انا عاملاه حلو وملون عشان اعمل كده. في الوان مخصوصة، الوان زيت غير الوان المية، الوان الزيت اللي بتلون بيها الشوكولاتات. فبحط من الوان الزيت مع الزيت بتاع الفشار، ومع الفشار في الاول خالص. وببدأ اعمله فشار عادي جدا، بس طبعا ما بحطش ملح قبل ما يستوي، بحاجة بسيطة بحط معلقة متوسطة سكر، وافضل انطق الحلة وانا قافلاها كده عشان يتقلب فيه كويس. لو حطيت السكر من الاول هيتكرمل بدري، وعلى ما يخلص الفشار هيكون اتحرق السكر. فالسكر ما بضيفوش في الاول. طعمه خفيف ولونه حلو ومسكر، ومش مسكر قوي، سكره معقول، والالوان طبيعية، واقدر الون اكتر من لون زي ما انا عايزة. هو بس اللون البينك كان فاتح شوية عشان كان اخر شوية عندي للأسف، ما طلعش لونه زي الاخضر. بس ودي الولاد يفرحوا بيها كده وياكلوها سناكس بسيط حلوة جميلة قوي. تاني حاجة عندنا ده اوريو، انا طحناه كويس، ضربته كويس، دغدغته. واي نوع شوكولاتة انا بحبها. وده كورن فليكس. الجزئية دي احنا ممكن نلعب فيها زي ما احنا عايزين، يعني ممكن نحط ام اند امز، ممكن نحط الحاجات المسكرة اللي بتفرقع اللي ساعة ما بنيجي ناكلها، ممكن نحط جيلي كولا. يعني اللايرز دي زي ما احنا عايزين، اللي احنا عايزينه هنضيفه. بس بنخلي اخر حاجة على وش الاوريو علشان يداري كل اللي تحتيه، فيبقى اللي بياكل مش عارف هيقابله ايه، فبتبقى المفاجأة ظريفة يعني للأطفال. والطبقات كمان كل ما تبقى قريبة من بعضها بتدي في الآخر كده ميكس طعمه حلو جدا. فدي برضو براحتنا، هي الفكرة في اللايرز كده، وبعدين احنا براحتنا بنحط ايه زي ما انتوا شايفين كده. ممكن نزوق بورقة نعناع مثلا من على الوش، فيبقى شبه الزرعة الصغيرة. دي قتة انا مقطعاها، يعني نغير عن الخيار علشان هي برضو مفيدة القتة وجميلة يعني، وده الموسم بتاعها ففرصة. جبنة شيدر، وده لانشون فراخ، ممكن لحمة، والشيدر ممكن جودة وممكن حمرا، اي حاجة. ده عيش توست انا مقطعاه بنفس مقاس الدواير اللي انا شغالة بيها من الاول، عشان لما اركب الطبقات فوق بعضها يبقى شكلها حلو ومتناسق، ما يبقاش فيه حاجة اصغر او اكبر من حاجة. شريحة توست، وشريحة لانشون، وشريحة شيدر، وواحدة قتة. وطبعا هنمسكهم بخلة سنين. الميكس بتاعها طعمه حلو جدا وخفيف، ومفيش نكهة حادة طاغية على نكهة، طعمهم حلو قوي قوي. نعيد واحدة كمان اهو. ممكن نخلي الشيدر دي رومي على فكرة لو احنا بنحب النكهة القوية. نعمل كام واحدة كده ونشوف ايه الأخبار. ونغير طبعا، يعني هعمل نوع كمان علشان يعني نرضي كل الأذواق. انا زي ما قلت لكم اخترت كام نوع جبنة متداول وسعره لحد ما معقول، نقدر كلنا نجيبه يعني. بس نوع الجبنة زي ما احنا عايزين. في الايمانتال دي انا بحبها جدا، بس للاسف غالية. فدي الحاجات المعتادة يعني. اهي دي بقى جبنة رومي، انا قطعتها بشكل مختلف عشان لما نيجي نرص الطبق في الاخر يبقى شكله حلو، ما يبقاش كل حاجة بنفس الشكل. وقطعت برضو عيش توست بنفس الحكاية. القطعة اللي قطعت بيها دي هي دي. الزيتون الاسود ده ممكن يبقى اخضر، لو ما بحبش الزيتون ممكن طماطم، ممكن بسطرمة مع الرومي بتبقى حلوة جدا، زي ما انا عايزة يعني. الميكسات اللي هتركبوها دي براحتكم. ودي واحدة كمان اهي، مقبلات من شكل تاني وطعم تاني. واكرر كده العملية كلها لحد ما اعمل الكمية اللي انا محتاجاها. ممكن اعمل قطع الزيتون بتاعها اسود وقطع الزيتون بتاعها اخضر، اشكل. احنا اتفقنا قبل كده ان الالوان بتبقى مبهجة وبتلفت النظر،
وبتخلي الواحد عايز يدوق يشوف ايه الاطعم والاشكال والالوان دي. نجرب صنف كمان. دي جبنة ملح خفيف، انا كورتها ومسحت ايدي زيت الاول عشان اعرف اكورها، وحط عليها من بره حبة البركة وزعتر. ممكن نحط جبنة مثلثات مربعات، ممكن نحط جبنة فيتا العادية او فيتا بنكهة، بالبسطرمة بالشيدر، يعني بالزيتون، يعني زي ما احنا عايزين. وده باتون ساليه، هنرشق كده فيها منه شكل، ومنه هي دي التغميسة اللي هنغمس بيها لان هنا مفيش عيش. زي ما انتوا شايفين كده، اشكال حلوة ومختلفة. نعمل شكل كمان حلو قوي هيعجبكم. ده بسكوت حادق بيبقى حلو قوي مع الجبن. ودي جبنة فيتا عادية جدا، خففتها بمعلقة لبن عشان تبقى كريمي اكتر. وهجيب الزعتر وحبة البركة، وممكن بابريكا لو انا عايزة نكهة تانية غير كده. ممكن كمون، الناس اللي بتحب الجبنة بالكمون، اي حاجة يعني على ذوقكم. هحط الجبنة واحاول ازود شوية عن الكمية اللي انا محتاجاها، عشان لما اضغط عليها يطلع جزء من الجبنة بره. الف كده بقى اقدريه يبقى بالمنظر ده. برضو طعمه خفيف وجميل، عجبني جدا. اهو اضغط عليها كده عشان يطلع جزء من الجبنة والف. تمام. اخر صنف معانا بقى، هجيب التوست ده وهشيل الحروف بتاعته وهفرده بالنشابة عشان انا عايزاه رفيع جدا. وهستعمل برضو نفس الجبنة الفيتا اللي استعملتها في الصنف اللي قبله. هفرده بس الاول بالنشابة عشان يبقى رفيع جدا، ولما اجي الفه ما يفكش تاني. بصوا بقت زي الورقة. وهحط عليها الجبنة. ممكن برضو جبنة كريمي اللي كنا عاملينها قبل كده بالجبنة القريش، هتبقى اصح واحلى. ممكن على فكرة يتعمل صنف حلو تبقى دي نوتيلا. ده فلفل اخضر وحامي على فكرة، كان الميكس بتاعها حلو جدا للناس اللي بتحب الحاجات الحامية. والف كده واضغط ضغطة صغيرة عشان ما يفكش تاني. واقطع بقى قطع كده زي ما انا عايزة. بس كده، وهعمل نفس القصة تاني، بس هغير لون الفلفل عشان يبقى فيه عندنا الوان كتير، وعشان لو في حد ما بيحبش الحراق برضو. واقدر اعمل بفلفل احمر برضو. بصوا ازاي. بس هي دي الافكار بتاعت النهاردة، وبسيطة وحلوة، تنفع للضيوف، تتقدم مع شاي الصبح بلبن او نسكافيه او اي حاجة حلوة جدا. يعني ظريفة وخفيفة وتغيير بقى عن الساليزونات والحاجات المكلفة الغالية. الحاجات دي أبسط كتير. بس العيش التوست يا جماعة بقى ب35 جنيه، فأنا أوعدكم الفيديو الجاي هيبقى عيش توست، عشان أنا مش هشتريه تاني ب35 جنيه. ونشوف بقى العيش بتاعي أحلى ولا العيش الجاهز إن شاء الله. بصوا بقى المنظر في الآخر حلوة قوي. وكل الأطعم كانت بصراحة حلوة ومختلفة. تبقى عايز تاكل من دي، لا وادوق من دي ومن دي، واجرب واخد من دي مرة وارجع تاني. بصراحة يعني ما زهقتش والاطعم كانت كلها شداني. انصحكم تجربوها.